في إسبانيا جوزيه البعض يتحدث عنك وأنت تحدثت عن الأندية الأخرى. هل تحدثت مع نادي ريال مدريد في آخر 10 أشهر أو قبلها، قبل أن تأتي إلى هنا لتوتنهام؟ إذا ما أردت أن تسمي أصدقائي في ريال مدريد، نعم، تحدثت معهم في العديد من المرات. لدي الكثير من الأصدقاء هناك. رئيس النادي أولهم، إنه يحبني كثيرا وأنا أحترمه كثيرا. نحن أصدقاء ونتحدث، نتبادل الرسائل المكتوبة، نتمنى بعضنا البعض الحظ، كذلك في أعياد الميلاد نهنئ بعضنا البعض، وحظا سعيدا في المباريات وإلى ما غير ذلك. نحن أصدقاء، لدي أصدقاء. أنا أحب فترتي التي قضيتها في إسبانيا كما تعرفون. قمنا بأشياء رائعة هناك، واجهنا الصعوبات، واجهنا بعض الإحباط، ولكن كانت فترة رائعة وجميلة بالنسبة لي. دائما ما أحس بالفخر عندما أترك أشياء خلفي تتخطى النجاح وتتخطى كرة القدم في حد ذاتها، بل تبقى العلاقات في نهاية الأمر، العلاقات البشرية، العلاقات الإنسانية. أنا تلقيت 50 رسالة من مسؤولي مانشستر يونايتد بالأمس، بعضهم لاعبون، البعض الآخر من الطاقم والمسؤولين من كل المناطق النادي فعلا، وكل أجزائه وكل هيكلته، الإدارة أيضا، الكل، الجميع. وبالنسبة لي هذا يعني الكثير. الأمر لا يتعلق بالفوز أو الخسارة فقط، بل الاحترام الذي يكنه الناس لك، لأنك محترف، لأنك شخص طيب وجيد، لأنك تصنع العلاقات أينما تذهب. إذن ريال مدريد جزء من حياتي، جزء مهم من حياتي كذلك، وأنا أتمنى لهم دائما كل الحظ وكل السعادة، وأكون سعيدا دائما عندما يذهب ريال مدريد في الطريق الصحيح ويحقق النتائج الإيجابية. بالتأكيد إذا ما واجهناهم في دوري الأبطال، باستثناء تلك المباراة، سأرغب أن يفوز ريال مدريد دائما إلا إذا واجهتهم. شكرا لكم أيها السادة، هذا سينهي هذا المؤتمر. شكرا لكم جميعا. إذن هكذا ينتهي المؤتمر الصحفي لتقديم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا جديدا لفريق توتنهام. هناك كان